أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين. وحسب محضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022 تقسم هذه الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين، الأول الابتداء من فاتح يوليوز 2024 والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025. وشمل الاتفاق أيضا زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية إسيميدجي بنسبة 10% تطبق على دفعتين، الأولى بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026. كما شمل أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية إسيميدجي بنسبة 10% تطبق هي الأخرى على دفعتين، الأولى بنسبة 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026. وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين. وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً، مع مراجعة بقي شرائح الجدول من أجل توسيع هالة خفيض الأسعار على مطبقة على دخول على الطبقة المتوسطة، مما سمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من الأسعار على مطبقة حاليا، مع تخفيض الأسعار لها مشي لجدول على الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%. وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي القطاع العمومي والخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة جديد مع الحفاظ على الحقوق لمكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز للتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمتنا للتقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.